بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة إن شاء الله نبدأ مع بعض فيديو جديد، وصفة جديدة، غدا سهل وبسيط والكل بيحبه كبير وصغير. إن شاء الله نعمل مع بعض الكشري المصري الأصيل. هنبدأ على بركة الله، هنسمي بسم الرحمن. وهنحضر معانا بقى طماطم ومكرونة مشكلة وبصل وحمص وعدس بجبة اللي هو البني. وزي ما حضراتكم شايفين كده، هبدأ كده بسم الله. أول حاجة أنا بعمل الأول البصل اللي هو التقلية أو الورد زي ما في ناس بتقول عليه. بعمله هو أول حاجة عشان خاطر إن أنا الزيت بتاعه اللي بعمل فيه البصل بعمل بيه كل المكونات الباقية، إذا كان رز وبشعرية وإذا كان مكرونة والصلصة. يعني بعمل أول حاجة البصل وباخد الزيت بتاعه عشان ده اللي بيطعم الكشري وبيخلي طعم الكشري جميل. فجربوا إن شاء الله الطريقة دي، ابدأوا الأول كده بسم الله. انا غسلت البصل وبعمله كده، انا عندي المبشره بتاعت الشيبس دي او بالسكينه حلقات كده. ان شاء الله هنشوف مع بعض. بس انا بحب المبشره عشان بتطلعه كله مقاس واحد وبتنجز بقى معايا في الوقت. كده اهو انا خرطته كده بالمبشره. هوريكي بقى لو بالسكينه عادي زي كده امهاتنا زمان، وزي ما كنا بنعمل قبل الحاجات الحديثه دي. بنخرط كل الكميه، بس انا بقى ايه، بحب صراحه بسرعه كده اخلص الكميه. هحط بقى كمية زيت حلوة كده، وهحط بقى اول ما يسخن هنزل بالتقلية بتاعتي. وكنت برضو غسلت العدس ابو جبة اللي هو لونه بني، العدس البني كنت نقيته وشطفته وقدت عليه. على طول اول حاجة العدس عشان مش هحتاج فيه زيت ولا اي حاجة، هو حبة ملح وكمون بس. انا دلوقتي برضو بحيقه، حطيت حبة ملح وكمون للعدس وهو سايباه على العين كده عبل ما قبل التقلية ما تطلع ان شاء الله ياخد غلوتين واصفيه عشان انا مش بحبه مستوي قوي. يعني لازم يكون فيه قطمة كده. التقلية طبعا انا بقلبها، هي الكمية مش كبيرة يعني كبيرة، بس هي يعني هتهبط دلوقتي وتبقى مناسبة للكمية الرز اللي احنا عاملينها والمكرونة. طبعا زي ما تحبي، في ناس ممكن تعمل بصلتين بس احنا بنحب التقلية كتير، فعشان كده بزود يعني التقلية. اهم حاجة عندنا في الكشري التقلية والحمص. الحمص احنا بنعمله حمص شام يعني، بعمله حمص شام جنب الكشري. كده انا طلعت التقليه، بطلعها لونها ذهبي طبعا عشان ما تمررش معاكي ايدك فيها. يعني انا بعمل التقليه وبقف جنبيها، مش بروح كده ولا كده، لان طبعا لو غبتي عنها هتاخد لون. وطبعا عشان البصل ده رقيق بالمبشره فلازم تبقي واقفه قدامه كمان. وهنا طبعا هقيد على الحمص، انا شطفته وقدت عليه. هديله بقى يغلي شويه. انا طبعا كنت نقعه من امبارح، يعني من امبارح بالليل قبل ما اعمل الغدا من بالليل. نقعته وقمت الصبح شطفته ورحت ايه قايده عليه كده مع التقليه. بديله طبعا طماطميتين كده مضروبين في الخلاط. انا كنت ضاربه طبعا كميه الطماطم كلها عشان اعمل الصلصه، فخدت منها كوبايه. وبحطها يغلي شويه وبعد كده بروح محيقاه بقى ملح وكمون. وانا بحط فيه بصلايه سليمه ومفروض فص توم، بس انا عشان عاملاه جنبي كشري فمش حاطه توم. عشان طبعا بعمل دقه فيها توم فمش بحب اكتر بقى ايه التوم. هو ملح وكمون وحبه شطه كتير، الحمص لازم يبقى حراق. وهنا كده بقلبه، والليمون بقى استنى عليه قبل ما اطفي. طبعا عشان انا على الحمص من بالليل ما خدش مني وقت، هم غلوتين تلاتة كان الحمص مستوي وزبدة ما شاء الله. فهنا هغطيه تاني يعني يستوي معايا شوية تاني عشان نشوف هنعمل ايه مع بعض. هغطي عليه واسيبه، هو ما شاء الله هنا زبدة يعني، بس انا قلت اسيبه شوية تاني عشان بنحبه مستوي قوي. هعصر بقى عليه الليمون وهطفي عليه كده. انا خلصت من الحمص ومن التقلية. ان شاء الله على طول بقى اعمل الصلصة والرز والمكرونة، ما بياخدش وقت يعني، والله سهل ادام مكوناتها عندك وحاجته جاهزة عندك. ونقع الحمص من بالليل خلاص، مش مهم من بالليل، قبلها بساعتين عشان لو ما نقعتهوش هياخد معاكي وقت جامد على النار. فانا بحب انقعه عشان قيمة ما اعمل المكرونة والرز والتقلية يكون هو استوى والاكل كله جاهز. هنا طبعا حطيت حلة فيها حبة زيت من بتاع التقلية زي ما متفقين. حطيت كمية زيت حلوة وحطيت الصلصة ومعلقة نص معلقة كده سكر ومعلقة ملح وحبة فلفل اسود بس مش اكتر، وسنة كمون. وهسيبها تغلي، كمون مش كتير سنة طبعا عشان مكرونة بقى وحمص وعدس فلازم كمون عشان خاطر القولون. هنا بقى ركنت الصلصة على جنب وحطيت بقى المية بتاع المكرونة. عقبال ما هتغلي انا هشوح الرز وهعمله عشان وهو انا بوطي عليه، مش المكرونه ما بتاخدش حاجه الا السليق على طول. حطيت برضو حله، هي دي اكبر من بتاع الصلصه، بس هي عشان حله الصلصه اللي قدام الكاميرا قوي فباينه ان حله الصلصه كبيره وحله الرز صغيره.
حلة الرز اللي انا بشوح فيها الشعرية دي اكبر من الحلة بتاعت الصلصة. نزلت كده طبعا الكمية اللي تريحك وعلى قد افراد اسرتك واللي يعني الكمية اللي انت تحبيها. انا كنت عاملة نص رز على ربع شعرية، وعاملة مكرونة كيلو او كيلو ونص مشكل. والصلصة والحمص بقى دي بتاعتك، بتحبوا صلصة كتير صلصة قليل، فطبعا الكمية اللي تريحك والحاجة اللي انت متعودة عليها. وبألف هنا وما شاء الله يعني كان جميل. وان شاء الله تجربي، ولو الفيديو عجبك طبعا ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة عشان كل حبايبنا اللي بيتفرجوا، واحنا معانا 290 مشاهد مفيش لايكات. فحبايبي اللي بيتفرجوا كل اللي يتفرج يحط لايك عشان القناة تكبر ان شاء الله بيكم بإذن الله، واقدم لكم كل جديد ان شاء الله. هنا انا شوحت طبعا الشعرية، بحب لونها يبقى ذهبي. نزلت عليها بنص كيلو الرز، انا كنت غسلاه وصفياه، ما بنقعش رز. غسلته كده وصفيته ورحت نازله بيه. هشوحه طبعا زي ما عارفين، بحب اشوح الرز، بحب اشوحه قوي كمان عشان بيبقى مفلفل. حتى لو سبته ونسيت عليه النار ما بيتعجنش ما بيتهريش، متشوح حلو في الزيت او في الزيت والسمنه، فما شاء الله بيطلع مفلفل. حطيت الملح، ومش هحط طبعا فلفل اسود عشان ده كشري. يعني انا بحب احط سنه كده فلفل اسود للرز، بس هو منه كشري ما حطيتلوش فلفل اسود. وهسقيه على طول بالميه بتغطي طبعا الرز، واروح اسيبه يغلي، ولما يغلي بوطي عليه. هنا بقى كانت المفروض ان الميه غليت بتاعه المكرونه، فهسقط المكرونه. انا بدوق كده ملحه، واروح مغطيه عليه واسيبه بقى يغلي ايه مع نفسه. اول ما يغلي اروح مغطيه عليه. هرجع هنا بقى للميه غليت اهي، والرز بيتشرب، واروح منزله المكرونه. طبعا المكرونه ما بتاخدش وقت، قبل ما تتسلق على طول هكون طفيت على الرز، وكل اكل كده جاهز الا الصلصه على النار هطفي عليها. والعدس خلاص صف، طبعا ده اول حاجه ما خدش غلوه، وصفيته ورحت شطفه كده شطفه عشان السخونيه تهدى منه، ما يتهريش والسخونيه تكمل عليه سوا. عشان طبعا انا زي ما قلت لكم بنزله مش بحبه مستوي قوي. وكل اكل كده هيبقى جاهز على طول ان شاء الله. المكرونه خلاص انا هنزلها برضو. وهنا الصلصه بتاعتنا ما شاء الله سبكت ونطرت الايدام بتاعها، اللي هو الزيت او السمنه بتاعتها ادام جه على الوش كده يبقى هي سبكت. الرز خلاص موطيه عليه وهطفي. والحمص برضه اهو. انا بحب اما اعمل اكل اشغل البوتاجاز بتاعي 4 عيون، احب اشغل العيون كلها، مش بقف مش بحب اركن حاجه. والعدس بقى طبعا ده اول حاجه على طول. عبل بقى ما الاكل يهدى كده هعمل على طول الدق. طبعا كشري يبقى دق على طول. معايا فصين توم، التوم بتاعي مفرز ما شاء الله. التوم التاني هيطلع، وانا ما شاء الله عندي التوم. تفريز التوم مهم جدا، وان شاء الله هنفرز مع بعض كل خزين ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين، وهنخزن مع بعض ان شاء الله حاجه رمضان باذنك يا رب ان شاء الله. اللهم بلغنا رمضان ان شاء الله. هنا كده معايا فصين توم، وبحط عليهم نص كوبايه خل، وكوبايه ونص ميه، ونص معلقه ملح، ونص معلقه كمون. وطبعا لو مش حابة التوم يعني عايزة حاجة بسيطة كده ممكن فص توم واحد بس. بس الدقة صراحة بتبقى جميلة وبتبقى حلوة يعني جنب الكشري، ما بنقدرش نستغنى عنها. ومعايا هنا التقلية هي ما شاء الله جميلة. تقليتي لا بحط فيها ملح ولا بحط فيها اي حاجة، بصل وبزيت سخن وبقف عليها. وما شاء الله بتطلع زي ما شايفين كده، سواء بالسكينة بمبشرة بمكنة، ما شاء الله زي ما شايفينها. طبعا معنا الاكل كله خلاص اهو. المكرونة بتاعتنا برضو خلصت. هنقدم بقى مع بعض طريقة التقديم زي ما تحبي. انا بحب اعمل عائلي كده مع بعض، وحط طبق تاني زيادة برضو تاخدي فكرة لو حد فرد واحد هياكل أسرة مع بعضيهم هتاكل، او بديكي فكرة. وطبعا ايه زي ما تحبي. وياريت لو الفيديو عجبك ما تنسيش اللايك عشان يرفع الفيديو، ونقدم كل جديد مع بعض ان شاء الله. حطي كده الاول الرز، وبحط المكرونة عليها، وبعد كده بحط العدس. انا بحط الاول، المفروض ان انا بحط الصلصه الاول بس انا نسيت. انا بحب احط الصلصه وعليها بقى العدس وعليها الحمص والتقليه، بس انا نسيت وحطيت التقليه الاول. هنزل طبعا بالصلصه، واجيب التقليه بتاعتنا جميله. دي بتتاكل قبل الكشري، يعني دي قبل ما بخلص الكشري وبنحط الاكل بتتلقط كده يعني زي اللب. هنا بقى هنزل بالحمص بتاعنا. احنا بنقدم بقى الحمص ده في اطباق او في كوبايات جنب الكشري،
وبعد الغدا بقى بيفضلوا كل شوية يحطوا حمص، احنا بنحبه أوي جنب الكشري، فلازما ما بعمل كشري بعمله جنبيه. وبنعصر ليمون تاني زيادة عليه. وما شاء الله زي ما شايفين كده. يا رب الفيديو يعجبكم، وكون ان شاء الله بتستفادوا مني بأي معلومة، كنت بقدم لكم حاجة مفيدة. واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة وغدا جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.